دير الخير وانساه. عجبتني هذه الجملة وبغيت نوقف عند هذه الجملة ونحاول نفهم المعنى ديالها. لقيت فيها معنى عميق. الجملة متكونة بجوج كلمات، كل كلمة عندها وزن كبير وعميق. دير الخير وانساه. دير الخير معروف المعنى ديالو، وهنا في هذه الجملة يعني تشجيع على فعل الخير، لأنه كل خير وترجع على الإنسان بالخير لكبير. وانساه كلمة مهمة، وهي جوهر الأساس ديال الخير. خاصنا نركزوا على واحد الحاجة. إلا بغيتي دير شي أكلة خاصك تعرف على المقادير ديالها، إلا بغيتي تلعب الكرة خاصك تعرف على القواعد ديالها، وحتى الخير خاصك تعرف على القواعد ديالو. شحال من واحد تايدير الخير فالبراني واللي قريب لي محتاج من ديرش فيه الخير، حيت ما فيش الخير مخاصم معاه وهو محتاج من ديرش فيه الخير. كاين اللي تيقول إلا بغاني ندير فيه الخير يطلبوا مني من ديرش فيه الخير. كاين اللي تيقول ما تديرش معايا زوين ما نديرش فيه الخير. كاين اللي تيقول ندير خير في الحيوان أحسن ما نديروه في بنادم، حيت الحيوان فيه الخير على بنادم. كاين اللي تيدير الخير في الحيوانات وتيأدي الإنسان. كاين اللي تيدير خير وتتسنى من هذاك الخير شي حاجة. كاين اللي تيدير الخير وتتصور معاه تدير سيلفي تيبارتاجي. واش فيكم نظركم هذا هو الخير؟ واش هذا هو الخير؟ هادشي علاش الجملة عجبتني وشدت لها طيمام ديالي. تتقول دير الخير وانساه. اش من المعنى ديال نساه؟ نساه تتعني ما تفكروش. دير الخير وما تقولوش ولو بتلميح. ديروا بلا ما تسانا ما نولو، وطلب من اللي خلقك يتقبلوا منك. كاينه واحد القصة عجبتني وغادي نعاودها ليكم. فواحد القرية كان فيه واحد الخباز تيصدق الخبز على سكانه كاملين، وكان فيه واحد القزار تيفرق اللحم فابور، وكان فيه واحد لا باس عليه. كانوا سكان ماتي حملوهش حيت تايكلوا قاد باش يدير الخير او ما يديروش. نهار مات ما مشى حتى واحد في الغنازة ديالو، وحتى واحد ما بقى فيه. نهار مات هداك اللي لاباس عليه. الخباز والقزار ما بقاوش تيفرقوا لا خبز لا لحم. سكان استغربوا ومني سولوا الخباز ولا القزار علاش. قالوا ليهم اللي كان تيشري من عضهم الخبز واللحم باش يصدقوه مات. عجبن ليكم حتى مات عد عرفوا بأنه كان تيدير الخير. عجيبة هاد القصة حيت فيها بزاف ديال معاني، ولي مهم فيها هو الواحد. ما يسوء ظن بالآخر، ما يعطيك أحكام مسبقة بلا ما يتأكد. وديروا الخير وانساه. ضروري تابوني باش القناة تستمر كل أسبوع.